اهلا بيكم في مراجعة جديدة. تعرف انك بضغطة واحدة جوه اعدادات تطبيق ستار لينك ممكن تفعل خاصية الاوبستراكشن سكان بالذكاء الاصطناعي عشان تحدد افضل مكان للطبق بدون اي تقطيع في النت، وكمان تفعل ميزة السبليت باندز اللي هتخليك تفصل تردد ال 2.4 جيجا هرتز عن ال 5 جيجا هرتز وتاخد اعلى سرعة للجيمنج. كمان هتظبط وضع تسخين الطبق التلقائي عشان الجو والمطر. لو بتدور على السرعة المستقرة فالخواص دي مخفية جوه الاعدادات في التطبيق، وكتير من مستخدمين التطبيق ما يعرفوهاش. التطبيق ده محرك رئيسي لخدمة انترنت الأقمار الصناعية من شركة سبيس اكس، بيخليك تتحكم في شبكتك بالكامل من موبايلك. لو عايز تكمل الشرح للآخر وتعرف كل التفاصيل وتجربتي أنا وصحابي للتطبيق ده، كمل الفيديو للآخر. كمان ما تنساش إن هسيب لك لينك تحميل التطبيق في صندوق الوصف. وما تنساش لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك المراجعات الجديدة أول بأول. وخليني أقول لكم في الأول وظيفة التطبيق ده ببساطة إيه. التطبيق ده بمنتهى البساطة جهاز تحكم خاص بطبق وراوتر ستارلينك، يعني مش هتعرف تستفيد منه نهائي إلا لو عندك المعدات الحقيقية. لما قررت أنا وصحابي كالعادة نجرب التطبيق عشان ننقل لكم تجربتنا، طلعنا من التجربة دي بأربع مواقف حقيقية عايزة انقلها لكم عشان تفهموا منها التطبيق ده شغال ازاي وتقدروا تستفيدوا منها الاستفادة القصوى. أول موقف، لما طلعنا على السطح نثبت الطبق، كان واحد من صاحبنا فاكر اننا بنحطه في اي حتة وخلاص، لكن استخدمنا خاصية ال AR كاميرا جوه التطبيق وبدأنا نرفع الموبايل للسماء والتطبيق يرسم لنا الخريطة بالألوان ويقول لنا الفرع بتاع الشجرة دي هيقطع عليك النت، يعني أي حاجة في طريقه ممكن تقطع عليك النت أو تشوش على الاتصال وهو بيقولك عليها. الموقف التاني بقى، كان صاحبنا بيلعب جيم أونلاين والبينج كان عالي. دخلنا على الإعدادات وفعلنا خاصية فصل الترددات وربطنا جهازه على ال 5 جيجا هرتز، فالسرعة طارت والبنج نزل للوضع المثالي. الموقف الثالث بقى، لما شكينا ان في حد سارق الشبكة، دخلنا على شاشة الديفايس وشفنا كل الأجهزة المتصلة واستهلاك كل جهاز للنت بالظبط، واكتشفنا الأجهزة الغريبة وفعلا خرجناها بره الشبكة. أما الموقف الرابع فكان لما حبينا نوصل راوتر جيمنج خارجي، فدخلنا على الإعدادات وفعلنا ميزة البايبس مود عشان نلغي راوتر ستار لينك ونشغل الراوتر بتاعنا الخاص، وده كان بمنتهى السهولة. بس عشان نكون صريحين مع بعض ومن واقع تجارب المستخدمين على البلاي ستور وكمان من واقع تجربتي أنا وصحابي، التطبيق ظهر في التجارب عيوب لازم تعرفوها. أول عيب إن التطبيق ملوش أي قيمة أو استخدام لو أنت ما عندكش طبق الستار لينك الفعلي. ناس كتير بتنزله فاكرة إنه بيدي نت ببلاش من الجو كده، وطبعا ده بيكون تخيلهم او اللي هم فاهمينه عن التطبيق، والتطبيق بيبقى بالنسبة لهم ملوش اي لازمة. تاني عيب ان كاميرا الاي ار والماسح الضوئي بيعلقوا في بعض الموبايلات الاقتصادية اللي المستشعر بتاع البوصلة فيها ضعيف، يعني لو الموبايل بتاعك من الفئة الاقتصادية او الاقل منها فانت مش هتعرف تستخدم التطبيق. تالت عيب ان خيارات التحكم في الشبكة بتعتبر بسيطة ومحدودة للناس المحترفة مقارنة بالراوترات الاحترافية، الا لو انت اشتريت وصلة اضافية. وده بيوصلنا لأهم سؤال في مراجعتنا، هل التطبيق فيه نصب او طرق ملتوية عشان ياخد فلوسك؟ الإجابة القطعية لأ. التطبيق رسمي 100%، مفيهوش اي اشتراكات مخفية جوه ابل ستور او حتى البلاي ستور. اللبس كله بيجي من الفيديوهات المضللة اللي بتقولك نزل التطبيق وخد نت فضائي ببلاش، والواقع ان انت عشان تاخد خدمة حقيقية من التطبيق ده لازم تشتري له المعدات الخاصة بيه اللي هي الطبق والراوتر، وده سعره بيوصل حوالي $590. الاشتراك الشهري
للخدمة بيبتدي من $120 شهريا، وبيكون كمان حسب الباقة وحسب دولتك. فلو ما عندكش ستارلينك وعايز تطبيقات بديلة تقيس بيها الشبكة وتكتشف أماكن التغطية والأبراج القريبة منك، عندك تطبيقات تانية على جوجل بلاي ممكن تأدي لك نفس الغرض بس يكون بعيد عن شبكة ستارلينك. فعندك طبعا أشهر من النار على العالم سبيد تيست اللي محمله أكتر من 100 مليون مستخدم، وفي عندك كمان اوبن سيجنال وده محمله أكتر من 10 مليون مستخدم. تقييم النهائي هيكون للتطبيق ده 8.5/10. التطبيق ممتاز جدا وسلس جدا لو انت صاحب خدمة في ستارلينك، لكن ملوش أي لازمة لو ما عندكش الطبق والمعدات الخاصة بالشبكة. ما تنساش اللايك والشير عشان الكل يستفيد، واستناني في فيديو جديد.